استنى، قبل ما احكي لك الحكاية هات فنجان قهوتك الجميل وحط سماعاتك في ودانك واطفي النور، لأن اللي جاي مرعب جدا. عمرك سمعت عن طريق ليه ميعاد بعد نص الليل اللي يدخله لازم يسمع الحكاية للآخر؟ أنا اسمي إسلام، من محافظة البحيرة مركز رشيد. بشتغل نجار، بس جات فترة ما كانش في شغل في النجارة، فاضطريت أشتغل على توك توك. كنت بحب أشتغل بالليل جدا وبحب السهر. وفي ليلة حوالي الساعة 2:30 بالليل الجو كان مطر وشتا وبرق ورعد، وعندنا في رشيد البلد صغيرة، فكل الناس كانت بتروح بدري وتنام بدري عشان الشتا والبرد. فأنا كانت غية عندي أسهر وألف وأشتغل بالليل. وقفني شاب لابس لبس الجيش، وشكله لسه جاي من الجيش وعايز يروح، وهو ساكن في مكان اسمه البحر الصغير. طريقه عبارة عن ترع على اليمين وعلى الشمال أراضي زراعية ومفيش أي بيوت، وهو ساكن في آخر الطريق ده في مكان اسمه برج رشيد. والكل بيخاف يروح الطريق ده بالليل لأنه مكان مقطوع، وبيخافوا حد يثبتهم وياخد منهم التوك توك. بس أنا صعب عليا الشاب لأنه كان متبهدل من الشتا والمطر. ركبته ومشينا، فضلنا نتكلم طول الطريق، وقال لي إنه لسه جاي نازل أجازة من الجيش ومش لاقي مواصلة يروح لأن الوقت اتأخر. الطريق مش طويل، حوالي ربع ساعة، بس المكان مقطوع جدا. وصلته وخدت حسابي، وقال لي وانت راجع ما تقفش مع أي حد ويمشي وكمل طريقك على طول. قلت يمكن عشان خايف لحد يثبتني وياخد مني التوك توك أو يأذيني. دخل بيته وأنا رجعت ومشيت حوالي نص الطريق. الدنيا مطر ورعد والطريق ضلمة جدا، يا دوبك بس نور التوك توك منور أشوف قدامي. فجأة لقيت نور التوك توك طفى لوحده. وقفت عشان أشوف في إيه لأني مش شايف أي حاجة. فضلت أدور في أسلاك التوك توك، وفجأة النور اشتغل تاني، ومشيت خطوتين ولقيت التوك توك بدأ يقطع ويبطأ. أنا قلت يمكن من المية عملت فيه كده عشان الأرض كلها كانت مية. وفجأة لقيت التوك توك بطل مكانه، ومفيش ولا نور ولا كهرباء ولا أي حاجة. بدأت أحس بالخوف والرعب لأني لوحدي في مكان مقطوع، والجو برد ورعد، والجو مرعب أساساً، ومش شايف أي حاجة، وخايف حد يطلع عليا يأذيني. فضلت أحاول إن أشغل التوك توك، وفجأة سمعت صوت حاجة اتحدفت